يسعد لي إياهم متابعيني الحلوين ومتابعين إن شاء الله تعالى رح يتابعوا بعد ما يشوفوا وصفتنا لتاني مرة المعروك. شايفين العجينة قطن، بس هاي وصفة المعروك حصرا لأفران الكهرباء لتعطينا نجاح مفعول 100% وما تمكن معكم لتاني يوم. يلا نجهز مواد سوا مثل ما مكتوب قدامنا على الشاشة: كاسة حليب فاتر، معلقة سكر لمعلقتين سكر، ومعلقة خميرة فوري، وبنحط كاسة طحين. بنحركهم سوا، بنخمرهم من 10 دقايق لربع ساعة بحيث تتفاعل معنا الخميرة، وبعدين بنكمل المواد اللي كمان مكتوبة قدامكم هلا على الشاشة. بنحط نص كاسة سكر، وبنحط نص كاسة زيت مازولا، نص كاسة لبن، وبعدين بنحط رشة ملح، معلقة بيكنج بودر، وبنحط البهارات اللي هي الشمرة معلقة كله، يانسون، محلب، وبعدين بنحط 4 كاسات ونصف طحين. ومن بعد إذا تكون الكاسة نفس المقدار اللي حطينا فيها حليب ومي بنحط فيها طحين ونص كاسة ماء دافئ، وبعدين بنتم نخفق، بنزيد بعدين 5 جرامات زبدة. وشايفين عطتنا هاي الطراوة. هذا أهم شي، لازم تخفقوه تعجنوه 10 دقايق، لو ما عندكن عجانة مقدار 10 دقايق بحيث ما تلزق بإيدكم تكون طري. بعدين بنحطها بصحن مدهون زيت وبنتركها تتخمر لمدة ساعتين يا جماعة. أهم شي مدة التخمير. بس تتخمر معنا بنجيب صينية الفرن وبنمدها بصينية الفرن، وكمان بنخليها تتخمر مقدار ساعة، ساعة ونص. وبعدين بندهن الوجه صفار بيضة، رشة فانيليا، حليب كرمال ما يعطينا زنخة، وبنرشها بالسمسم وحبة البركة، وبنحطها بالفرن درجة حرارة 200 فوق وتحت، وبندهن بالوجه بالقطر.